دي أحسن طريقة تركب بيها أي قطعة معدنية باستخدام النيتروجين السائل عشان نخلي المعدن ينكمش. الطريقة دي بتخلي القطعة تدخل في مكانها بسهولة ومن غير أي ضغط أو خبطة، وده اسمه في الهندسة انترفيرنس فيت. هنا بقى يجي السؤال، هو المعدن فعلا يستحمل درجات البرودة المرعبة دي؟ الإجابة جدا. لما المعدن بيتعرض لحرارة منخفضة جدا بيحصل له انكماش مؤقت، وأول ما يسخن بيرجع لطبيعته تاني من غير أي تلف. العمال بياخدوا الجلبة المعدنية ويغمسوها في النيتروجين السائل، درجة حرارتها بتنزل لحوالي ماينس 196 درجة مئوية، فتبرد بسرعة رهيبة وتصغر بنسبة بسيطة جدا. الجلبة اللي كانت أصلا أكبر من الفتحة بتقدر دلوقتي تدخل بكل سلاسة جوه الجسم المعدني من غير أي مجهود، وبمجرد ما ترجع لدرجة الحرارة الطبيعية بتتمدد تاني وتمسك في الجدار بقوة مرعبة. التركيب ده بيستحمل أحمال جانبية ضخمة وأحمال طولية وعزم دوران عالي جدا، وبيمنع أي حركة أو تخلخل أثناء التشغيل، وده شيء أساسي في المعدات والمحركات التقيلة. العيب الوحيد في الطريقة دي إن مش كل أنواع المعادن تنفع معاها، وقطع كبيرة جدا أو المعقدة مش دايما بتكون مناسبة للطريقة دي. ورغم إن شكلها بسيط إلا إن الطريقة دي لحد دلوقتي من أوثق وأأمن طرق التركيب اللي بيعتمد عليها المهندسين في العالم. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.